دايما بنسأل نعمل ايه مع خناقات أطفالنا المستمرة ومشاكل الإخوات مع بعضهم. احنا بجد أعصابنا تعبت وانهارت ومفيش حاجة نافعة معاهم ولا عارفين نتصرف ازاي. الحقيقة إن مشكلتنا دايما إننا بندور على علاج على طول من غير ما ندي حتى نفسنا فرصة إننا نسأل عن الأسباب، مع إننا لو عرفنا السبب هنعرف نعالج أي موقف. طب يا ترى ايه هي أسباب خناقات أطفالنا مع بعضهم؟ رقم 1، الغيرة. دي من أكتر أسباب حدوث الخناقات بين الأطفال الإخوات، خاصة لو في طفل مولود جديد في الأسرة. رقم 2، لو طفلك حس إنه غير مرغوب فيه فيتخانق مع إخواته عشان يلفت انتباه بابا وماما ليه، أكنه بالظبط بيقول لهم من فضلكم اهتموا بيا شوية، وده بيحصل نتيجة إهمال الطفل والتنمر عليه وإننا دايما بنقول عيوبهم قدامهم. رقم 3، لو طفلك بيشوف مشاهد عنيفة قدامه سواء من أفلام الكرتون أو خناقات بين الأب أو الأم، أو الطفل نشأ في جو عائلي مليء بالعنف والعصبية. رقم 4، لو في ترفيه زايد أو الطفل مش متحمل أي مسؤولية. ولو عاوزين تعرفوا إزاي تحملوا الطفل المسؤولية هسيب لكم الفيديو بتاعه في أول كومنت. رقم 5، انشغال الأم أو الأب في العمل وبيسيبوا أطفالهم لوحدهم من غير إشباع عاطفة عندهم. 6، الطفل اللي بيمارس أي رياضة فيها عنف ممكن يقلد.